هو فعلا لما بيبقى فيه فتور في العبادة ده معناه ان ربنا كره طاعة الانسان ده؟ حد قال المعلومة دي وانا عايز اتأكد. نرجع للنبي، سنة النبي وكلام العلماء صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمر شرة وفترة. شرة يعني نشاط، وفترة يعني فتور. فمن كانت فترته إلى سنتي، لما حصل لي فتور ما بقتش أصلي غير صلوات الخمسة. فالفتور وداني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الأركان اللي أوصى بيها، يعني ما ودانيش بعيد عن النبي، ما رحتش مع الشيطان يعني. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فأنا فتوري ما بيخلينيش أسيب أركان ديني، وبالتالي لا كره. عشان نقول ربنا بيكره واحد لازم آية وحديث واضح الدلالة، يقين الدلالة. فالشخص اللي عنده فتور في العبادة ربنا بيكرهه، فتبقى مثلا دي آية في القرآن نقول صدق الله العظيم. سيدنا النبي يقول: من فتر عن عبادة كرهه الله. حاضر يا سيدنا محمد، صدقت يا رسول الله. لكن الكلام ده منين؟ والكلام ده بيضيق نظرة العباد لربنا جدا يا جماعة. وفيه حكم على الإله. على فكرة ربنا بيكرهك ليه؟ عشان عندك فتور. أيوة، مين قال كده؟ لو كان النبي قال كده نسمع الكلام وعلى قلبنا زي العسل صلى الله عليه وسلم، أو ربنا في القرآن. لكن ليه كده؟ ليه نقول لواحد ربنا بيكرهك؟ ليه؟ عشان هو عابد بس. ممكن يكون دلوقتي مش أيام إقبال على الله، كلنا كده. على فكرة مش شرط يبقى الفطور ده في الصلاة، ممكن يبقى الفطور في الذكر، الفطور في التفكير اللي فيه حسن ظن بربنا. معدي عليا أيام كده مش عارف، قلبي مقبوض كده ومش متفائل كده، ما ده فطور برضه؟ ولا هو لازم يفطور بس يبقى في الصلاة؟ ففطور في الأدب. واحد حنين وطيب، هو اليومين دول متعصب ومشدود وعلى تكة. أيوة يا جماعة، ما الناس بيبقى ساعات مشدودة. فربنا بيكره عبادته. ربنا بيحب المؤمنين يا جماعة. لما ربنا ذكر الكره، ذكر الكره على المنافقين فقط. قال تعالى: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. دول المنافقين نفاق اعتقادي اللي في الدرك الأسفل من النار، سورة التوبة. فلا، لا بلاش نقول كده.